السلام عليكم. اليوم باش نحكوا على ميركاتو لاعبين المنتخب والعروض اللي تقدمت لهم. من غير ما نطولوا عليكم خلينا نبدو في الفيديو متاعنا. إيدا معروف بعد ما حكينا عليه في فيديو ميركاتو التراجي وقلنا انه التراجي قاعدة تتفاوض معاه، لكن حاليا فما نادي تركي كبير يتبع فيه واللي هو نادي غالاتا ساراي اللي حاليا متصدر الدوري التركي وزيد في المرتبة 18 في الشامبيونز ليج. النادي قاعد يتفاوض مع نادي قاسم باشا التركي، وفي اخر بارتي واللي تلعبت البارح كان فما كشاف تبع اللعب واللي تحصل فيها إيدا معروف 7.5 كتنقيط. محمد غربيل بعد ما قلت لكم انه تبع فيه نادي مولدوفي واللي هو نادي شيرف تراسبور واللي حاليا الثالث في الدوري المولدوفي. اللاعب انتقل بصفة رسمية للنادي، السعر مازال ما تحددش حتى لتوا. حنبال المجبري بعد ما قلنا انه اولمبيك مارسيل في مفاوضة مع اللاعب، فما زوز اندية كبار دخلوا في مفاوضة مع اللاعب واللي هما نادي فولم الانجليزي واللي حاليا في المرتبة 11 في البريمير ليج، ونادي ليفركوزن الالماني واللي في المرتبة السادسة في البوندز ليغا. لكن اللاعب قريب برشا من اولمبيك مارسيل. اللاعب الاخراني واللي هو الياس سعد انتقل لهانوفر كإعارة، والبارح لعب ميتون في البوندز ليغا 2 وتحصل على تنقيط 6.2. وهكا نكون وصلنا لاخر المقطع، ما تنساوش اللايك والابونيه ويلا سلام.